يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام، متابعين برنامجنا برنامج وجع الروح. احنا اليوم بنصور حلقة جديدة من برنامجنا وبنتجول بين أزقة المخيمات لحتى نشوف الحالات الصعبة، الحالات المستعصية. نحن اليوم في بيت الأخت أم محمد غبن في مخيم الشاطئ. وضعها كتير سيء، زوجها محبوس عليه ذمة مالية. أطفالهم ما بياكلوا من فترة كبيرة. احنا طبعا حبينا نعطي المجال لاختنا محمد لحتى تعطي الصورة اللي بتعيشها للناس وتحط الناس في الصورة الحقيقية والحقيقة المرة اللي هي بتعيشها. يعطيك العافية أم محمد. يعني حكيتي لنا كلام خلف الكاميرات بصراحة أوجع صدورنا وأوجع قلوبنا وحطم نفسياتنا. بدنا هاي الكلام اللي أنت حكيتي لنا إياه تحطيه أمام الكاميرا لحتى الناس يعرفوا حجم المعاناة، حجم المأساة اللي أنت بتعيشيها. أنا والله وضعي سيء كتير، يعني زي ما أنت شايف، لا في بيت زي العالم، ولا في حتى الحمام، يعني ما فيش حمام. البلاد لما بيناموا في الصيف كمان بزيادة تلاقيهم بعد عنك نايمين على شباشب وعلى صنادل، وأكل ما فيش زي ما أنت شايف، ثلاجة فاضية بيجي لها شهر ما فيش عندهم ياكلوا. والبيت زي ما أنت شايف هذا مش ملكي، يعني ده سلفه وبده يطاردنا، يعني بيقولنا مدينا أسبوع 10 أيام معناش ولا ألف نطلع، وجوزها محبوس. من وين الواحد بده يجيب؟ يعني الواحد، يعني بنتي هذه كل يوم هي شايف، كل يوم هي بتصوت لي بدها شواكل للمدارس، ما حاش ولا بيطلعوا بأكل ولا بشرب، وبيجوا بدهم ياكلوا ما بعرفش شو أنا أحط لهم ياكلوا. يعني الوضع سيء كتير زي ما أنت شايف. طيب زوجك محبوس على ذمة مالية أعتقد؟ آه، محبوس زمان ويطلعوا، يعني ابو يومين ثلاثه بعودوا بتلاقيهم اخذوه من البيت، بيجوا يفتشوا علينا، بيصحونا من الساعه 6 5 ونص، بيصحونا من النوم بلمسوا الاولاد. وصاروا يعني هي هذا كمان. واللي ابن يعني عمره مش قادر ادخله مدرسه، يعني ولا جامعه ولا شيء، برضه على سبب المصاري. وانت شايف الوضع يعني مأساوي كتير، يعني مش عارفه اجيب لهم اكل. بنتي هذه بتروح على عمها بتلاقيهم بياكلوا ما بياكلوا، بتقول ليش احنا يا ماما بناكل زيهم؟ ولا عنا دجاج ولا عنا لحمه ولا عنا. بقولها يا ماما خلص ربنا لما بيبعت لنا اهل الخير الحمد لله، لما بيبعتوا بقى اجيب لكم بقى سكتهم، يعني بهديهم على الوضع هذا. انا والله ابني بصراحه يعني زي حلم كل ام، يعني ما صدقت اخلص توجيهي وادخله جامعه واحس انه الي ابن في الجامعه، لكن لما انا ما قدرتش نفسيته وتحطمت، ونفسيتي انا تحطمت كمان بزياده. قعدت اسبوع وانا ابكي واعمل واطلع على ابني ومش قادره ايش اعمل له ايش انا يعني. وهي لليوم بقول له انتوا ضيعتوا مستقبلي وضيعتوا حياتي، مش عارفين شو نعمل، وضع بساوي كتير. بنتي هذه هي ما انت شايفها، شوف كيف تطلع هذا بنطلون مدرسة. دائما المديرة بعتلنا ليش ولادكم هيك، ليش ولادكم؟ طب أنا من وين أجيب؟ أنا لحالي، ما حدش ولا سلافة ولا حدا بتطلع فينا، وأنت شايف سلفي بده يطلعني من الدار ومش راحمني كمان. مش عارف حتى الأكل أنا يعني شيكل مش قادر أصرف لهم إياه. تطلب من الناس 5 شيكل 2 شيكل بقولك معيش، وأنا من وين أجيب؟ وجيت زي ما أنت شايف يعني محبوس ومش قادرين نعمل له أي شيء. طيب أطفالك لما يطلب منك أكل وأنت ما معك تطعميهم أو ما فيش أكل، شو بيحكوا لك؟ بقعدوا يعيطوا طول النهار، يعني هي قلت لسه شوي من قبل ما تيجي وانا مسكتهم، وهم هاتي شيكل هاتي شيكل، وبضربوا فيي وبكتلوا فيي، مش عارفه ايش اعملهم، بعود احط فيهم انا الكتل بزياده علشان يجيب منهم، فضحوني في الشوارع، من وين اجيب لهم انا؟ شو نفسك يا حبيبتي؟ دجاج. نفسك بالدجاج؟ زمان ما خششنا، من وقت ليش ما أكلتي دجاج؟ زمان والله ما مرقنا الدجاج.
من زمان. من زمان؟ وانت يا عمو شو نفسك شغله تعمليها؟ ايش نفسك تجيبي؟ في بيت البنطلون هذا يعني كل يوم بروح فيه على المدرسة، ما عنديش بلاطين. يعني هذا البنطلون اللي هو ممزوع بتروح فيه على المدرسة. طب شو بيحكوا لك صاحباتك المعلمة، شو بتحكي لك لما تروحي في هاي البنطلون؟ بيضحكوا عليهم البنات. وهي جيب البنطلون علي. بس يضحكوا عليكي؟ انا بتنام جنب الغاز، فانا ما بنامش طول الليل. انا لحظة وين بتنام؟ جنب الغاز، بخاف يوم يعني يقع عليها طنجرة براد شاي اشي عليها، يعني طول الليل انا قايمة قاعدة عليهم، بلاقيهم يعني مش عارف يعني وضعهم سيء كتير فوق بعض، يعني الشاب جنب الصبية بينام، فيش عندهم عزل بالمرة، فبخاف انا في الليل طول الليل بتلاقيني صاحية عليهم، بعرفش انه إيه أكلت اليوم؟ والله ما اكل، بيجوا من المدرسة طب ليش ما أكلتوش؟ قد هون فيش أكل. فيش أكل عندكم؟ طب شو بتعملي لما تكوني جعانة وما فيش أكل، شو بتعملي؟ نطلع ما فيش أشياء بيبقى زي ما بنسوي هذا. طيب يعني انتوا لما أهل الخير يتذكروكوا بتاكلوا، ما فيش شي حدا ما بتاكلوش؟ يعني أكثر شيء بس إذا كنا في رمضان يعني، ولما واحد بيبقى هاشم بيمرق على الوضع هيك يعني، اما تقول قرايب ما قرايب ما حدش مدور علينا، بسكر الباب على اولاد عشان ما حدش يسمعنا ولا يسمعهم ولا يشوف الوضع اللي انا فيه، بقعد بحزن ومأساة وبكرس. ولا بعرف اطلع مؤسسات ولا بعرف اجيب اي حاجه، انا قاعده احطهم دايما زي هيك وببقى اصبرهم وبقول لهم ان شاء الله ربنا هيك يبعث لكم يوم، ماشي اسوي لكم انا. هي وضعهم وهي حالهم، راضين بحكم ربنا الحمد لله. انا بطلب من الناس بس يطلعوا على هالاطفال هذول ويلبوا يشوفوا نفسهم يعني، ويشوفونا بيت بس نقدر نعيش فيه زي هيك، يعني أنا شوي أنا حرتمي في الشارع مش يبقى لي بيت. سيفي بهدد فيا كل يوم، وجوزي محبوس، أنا مش عارف كيف أطلع وين، لو طلع ما لقيناش في بيتنا وين إحنا بدنا نكون، مش عارف. كان الله بعونك. يعني يا جماعة زي ما انتم شايفين يعني الأخت في بيت مهترئ وبيت صعب، يعني ما حدش بيقبل يعيش فيه، ومع ذلك أقربائها أو أقرباء زوجها مهددينها يطلعوها من البيت خلال أسبوع أو 10 أيام، يعني كمان أسبوع أو 10 أيام الأخت حترتمي في الشوارع هي وأطفالها في عز البرد والسقعة والأمطار والأمور هاي. شغلة تانية، هاي الطفلة الأمورة زي ما انتم شايفين، هاي الطفلة يعني ما بتحلمش لا بسيارة ولا بتحلم في جوال ولا بتحلم في أي شيء، بالعكس بتحلم بس إنه تاكل دجاج اللي هي ما بزيدش سعرها عن 8 شواكل أو 9 شواكل، وهي هذا واقع غزة المرير، أقصى طموح الطفلة أنها تاكل دجاج. الأخت الثانية البنت الثانية الطفلة اللي كانت تحلم أن تعيش واقع مزدهر، واقع جميل، للأسف تروح على مدرستها وبنطلونها ممزوع، بتكون عرضة لصديقاتها بيضحكوا عليها لأنه وضعها كتير سيء. وأحيانا للأسف القلوب الرحيمة مش متواجدة في مدارسنا، بطردوها من المدرسة لأنها ما بتلبس بنطلون منيح. والطفلة الثالثة بتحكي بكل وجع بكل مأساة بكل معنى إنها للأسف ما بتاكل، وأحيانا إذا لقتش أكل بتروح على السوق بتشوف إيش في تحت البسطة أكل، وفي يعني زي ما بيقولوها خضروات غير صالحة للأكل بياكلوها لحتى يسدوا رمق وجوعهم. هاي الحقيقة المأساوية.
يعني بصراحة تعجز الكلمات عن وصف هاي الحالة. نتمنى من الله، نتمنى من كل إنسان شريف يتحلى بروح الرحمة، بروح الإنسانية، أن يقدم يد العون لهذه العائلة التي تمكث في مخيم الشاطئ. كان الله بعونك اختي يا محمد، وان شاء الله ربنا يكون بعونك، واكيد الرحماء ما بتركوك باذن الله تعالى. يا رب بشكرك وبشكر كل جميع ان شاء الله الناس بتساعدنا ان شاء الله وتريح من هالمشكله هذه والمأساة هذه ان شاء الله يا رب. باذن الله تعالى. يعطيك الف عافيه، يعطيك الف عافيه.